ساعد حيدر عبد الحسين عرب، ومشرف المباراة السيد مظهر خلف. تشكيلة فريق أمانة بغداد مؤلفة من حسن عباس بالرقم 1 في حراسة المرمى، على اليمين صفاء جبار 5، عدي الشاب 14، محمد الحسن 25، على الشمال أيمن رزيج بالرقم 13، وسط الملعب عمر عدنان 55، أقاتي 23، محمد جفال 21، ثلاثي الهجوم محمد جاسم عقلة على اليمين 6، أولاديو 31، وكرار علي بري بالرقم 9. أما تشكيلة فريق كربلاء مؤلفة من عبد العزيز عمار بالرقم 1 في حراسة المرمى، على اليمين أحمد خالد 2، على الشمال محمد كريم 24، بابا موسى 29، إنجي جويل بالرقم 5، سامي هين بالارتكاز 77، نوفو إيفو بالرقم 3، سجاد رعم بالرقم 8، وداود بالرقم 9، وعبد القادر طارق بالرقم 7، ومصطفى راضي بالرقم 16. بانتظار بداية أحداث شوط المباراة الأول، الأمانة قادم من تعادل مميز مع الزوراء سلبا، وكربلاء أيضا من تعادل هو الآخر إيجابي أمام الطلبة بدون أهداف. طاقم التحكيم بقيادة أوميد مصطفى، وهذه غرفة الفار اللي تجمع علاء سلام وحيدر عبد الحسين. وبانتظار بداية أحداث شوط المباراة الأول، وفي نفس الوقت تجري مباراة الحدود مع دهوك في ملعب الكوت. أمس الميناء عاد النفط البصرة بهدف، والشرطة تغلب على نفط الوسط ب3 أهداف مقابل لا شيء. بعد هاتين المباراتين أربيل عند الخامسة يواجه ويضيف الزوراء، وعند 9:30 الكهرباء يلاقي نفط ميسان. غدا الكرخ يلاقي زاخو عند 2:30، ونوروز يلاقي النفط عند 2:30 أيضا. النجف يلاقي القاسم عند 5، والقمة بين الجوية والطلبة عند 7:00 مساء. جماهير كربلاء التي ترافق الفريق أينما حل، وهنا توجيهات. طبعا يغيب المدرب حيدر عبودي اليوم بسبب الطرد، مساعدة سعد مشاوي يقود الفريق، اللي يساعد أيضا بدر شاكر مدربا للحراس، ودكتور ماجد عبد الحميد مدربا للياقة. وهذا هو وسام طالب أيضا طرد أمام الشرطة وأنذر أمام الكرخ اللي يقود فريق الأمانة. حكم المباراة أوميد مصطفى، قاد مباراة واحدة بين الحدود والزوراء، أشر 4 بطاقات، وكان حكم في 3 مباريات كحكم فار. بانتظار بداية أحداث شوط المباراة الأول، ولحد الآن 99 مباراة. المباراة رقم 100 ابتدت بين الحدود والدهوك، وهذه المباراة رقم 1 بعد 100 اللي تجمع فريق الأمانة وكربلاء. الأمانة بالزي الغامق، ونبحث من خلالهم عن الهدف الرسمي الواحد بعد 200. 200 هدف سجل زائد 6 بقرار 206. 64 مباراة حسمت، والتعادل في 35، 17 سلبي و18 إيجابي. ما زلنا ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول. المباراة تأخرت 8 دقائق لحد الآن عن وقتها الرسمي. تأخرت المباراة عن وقتها الرسمي 8 دقائق. الحكم أوميد مصطفى يعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. تلعب الكرة، فريق أمانة بغداد على يسار الشاشة بزي الغامق، وكربلاء بزي التقليدي الأخضر على يسار الشاشة. راح يلعب من اليسار إلى اليمين، والكرة ملعوبة الآن، تذهب عرضية، محاولة بالرأس مقطوعة من اللاعب بابا موسى، ترتد الكرة من جديد، ومحاولة مقطوعة على خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. رمية تماس على التنفيذ أيمن رزيج، اللاعب اللي طرد في لقاء نفط البصرة. كرة ملعوبة وسط الملعب، بابا اللاعب نوفو إيفو ترتد، ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي كربلاء. خطأ لمصلحة نادي كربلاء. شوفوا بالإعادة، نوفو اللاعب داوودة يتعرض إلى عرقلة وركلة حرة لمصلحة نادي
كربلاء من منتصف الملعب. نلعب بالدقائق الأولى من عمر المواجهة، تعادل سلبي قائم ما بين كربلاء والأمانة. كرة ملعوبة، ترتد الكرة عند اللاعب بابا موسى، تمر إلى الجانب عند اللاعب محمد كريم، يلعبها طويلة أقرب إلى حارس المرمى حسن عباس، حارس القادم من القاسم. كرة مرت إلى محمد الحسن، تلعب عند اللاعب عدي شهاب، لعب للكرخوة الجوية ثورة أيضا، مرت الكرة، نعم تمر الكرة إلى الجانب، طالت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس على عبد القادر طارق اللي أهدى ركلة جزاء في لقاء نادي الجوية. فريق نادي الأمانة لعب 10 مباريات لحد الآن، خسر من القاسم بهدف، من نفط البصرة بثلاثية، عادل الكرخ بهدف، فاز على نفط ميسان بهدف، خسر من نوروز بهدفين، خسر من الحدود 1-2، من الشرطة 1-2، فاز على النفط بهدف، وخسر من النجف بهدف لهدفين، وعادل الزوراء في آخر المباريات سلبا. فريق أمانة بغداد خاض 10 مباريات، فاز في 2، تعادل في 2، وخسر في 6، سجل 13 هدف وعانقت شباك 14، سجل 6 أهداف وعانقت شباكه 13 كرة، وب8 نقاط في المركز ما قبل الأخير. أما كربلاء فقد خاض 10 مباريات، فاز في 2، تعادل في 4، خسر في 4، سجل 10، عانقت شباكه 16 كرة ب10 نقاط بالمركز الرابع عشر. وسأعود لنتائج كربلاء اللي بدأ المشوار بالتعادل مع نفط الوسط بهدفين، خسر من الشرطة 1-2، عادل نفط البصرة بهدفين، فاز على النجف بهدفين، عادل الحدود بهدف 1، خسر من نوروز 0-3، خسر من النفط 0-2، فاز على الكرخ 2-1، خسر من الجوية 0-3، وعادل الطلبة بدون أهداف. هذه نتائج الفريقين خلال مشوارهم في دوري نجوم العراق. كرة ملعوبة الآن، تمر الكرة، تنقطع من أمام كرار علي، محاولة بالمنتصف، تلعب طويلة، هجمة، وكرة طالت إلى رمية تماس لمصلحة كربلاء. رمية تماس طالت على اللاعب كرار علي بري، رمية تماس ملعوبة، الكرة من أحمد خالد، ترتد الكرة إلى محمد الحسن، يلعبها بالمنتصف، مقطوعة بالرأس، ترتد الكرة، محاولة، ومرة أخرى بالرأس، كرات غير مستقرة، كرة عالية مرة أخرى ملعوبة من اللاعب عبد القادر، ترتد الكرة إلى خارج الملعب لرمية تماس، رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. هذا اللاعب اللي أمامنا مصطفى راضي، محاولة من جديد، كرة وسط الملعب، تعود إلى محمد الحسن، حارس المرمى حسن عباس، حسن عباس يشتت كرة طويلة، صفاء جبار، تلعب هناك خطأ ضد سامي هين أو ضد اللاعب نوفو إيفو. حكم اللقاء السيد أوميد مصطفى قريب من الحالة، يشير إلى وجود خطأ لمصلحة الأمانة. شوفه بالإعادة، اللاعب نوفو إيفو، اللاعب من توغو، اللاعب قادم من إسكو ديكار، هذا بابا موسى، الموسم الثاني مع فريق كربلاء. كرة اللعب من عدي شهاب، قصيرة مقطوعة على رمية تماس لمصلحة الأمانة. محمد جفال، هذا اللاعب صفاء جبار لاعب الصناعة السابق، كرة ترتد، أولاديو يعقوب، وسط الملعب أكافي، محاولة هجمة للأمانة، محاولة مرة أخرى، كرة
مقطوعة من جديد. أولاديو يعقوب يحاول يسدد من بعيد، كرة برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة كربلاء. هذا هو اللاعب أولاديو يعقوب النيجيري، جدد عقده، 3 بطاقات صفراء هذا الموسم. ركلة مرمى عبد العزيز عمار على التنفيذ، لعب للكرخ الموسم الثاني مع كربلاء، لعب للسماوة أيضا. عبد العزيز عمار يلعب الكرة طويلة مقطوعة من جديد، تبعد الكرة من انجي جويل، رمية تماس لمصلحة الأمانة. هذا هو انجي جويل، حرم من مباراة الكرخ بعد أن نال 5 بطاقات صفراء، ومجددا عنده بطاقة صفراء سادسة أمام الطلبة. رمية تماس ملعوبة من صفاء، ترتد الكرة من المدافع محمد كريم وسط الملعب، محاولة من اللاعب أغاتي غنامة، وترتد الكرة ملعوبة من جديد. داوودة يلعبها وسط الملعب، سامي هين يلعبها، ترتد الكرة من انجي جويل، طويلة الكرة ملعوبة، محاولة للكربلاء داخل منطقة الجزاء، كرة تنقطع من محمد الحسن اللاعب الغاني يلعب الكرة، ما زالت الكرة بحوزته، يلف يدور يبحث عن اسناد، يبعد الكرة إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة كربلاء. رمية تماس لمصلحة كربلاء، عرضية ملعوبة وكرة طالت، كرة لصالح نادي الأمانة، وسط الملعب الكرة إلى أغاتي، تعود من جديد إلى صفاء يشتت كرة طويلة، سامي هين يلعب الكرة بالرأس من أحمد خالد، محاولة إلى مصطفى راضي، ترتد الكرة، يحصلها كرار علي بري، ويبدو هناك صافرة، هناك لاعب قد يشكو من إصابة، اللاعب داوودة كوزوموس اللاعب الغاني القادم من السيب العماني داوودة. وهذه الكرة المشتركة مع داوودة والحارس حسين عباس والمدافع، كرة لم يسيطر عليها لا داوودة ولا حسن عباس. بالسلامة لداوودة، تلعب رمية التماس بروح رياضية لفريق الأبانة، كرة عادت إلى أيمن رزيج، تعود لحارس المرمى حسن عباس يشتت كرة طويلة، ترتد من المدافع بابا موسى، مرة أخرى الكرة وسط الملعب، محاولة بالمنتصف، ترتد الكرة، هجمة الآن من جديد، أقرب إلى محمد الحسن، يشتتها محمد الحسن، وكرة تعود مرة أخرى بابا موسى إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. أذكر يغيب مدرب كربلاء حيدر عبودي على المدرجات يتابع فريقه بسبب الطرد في مباراة الطلبة. مرة أخرى الكرة ملعوبة من نوفا إيفو إلى الظهير أحمد خالد، أحمد يلعبها إلى مصطفى راضي، مصطفى يلعب كرة عرضية خطيرة مرت بالرأس ومحاولة، ولكن أقرب إلى الحارس حسن عباس. 10 دقائق من عمر المواجهة، نلعب بالدقيقة 11. شوف خروج حاسم من الحارس حسن عباس. هذه اللقطة السابقة اللي ما سيطر على الكرة لا داوودة ولا حسن عباس. كرة تبعد، محاولة محمد جاسم عقله، عرضية وكرة يخلصها ببراعة حارس المرمى عبد العزيز عمار، رأسية من أولاديو يعقوب،
وكرة ببراعة أبعدها الحارس عبد العزيز عمار، وأول تهديد مباشر على مرمى كربلاء. شوف الكرة والرأسية والإبعاد المميز، شوف رأسية أولاديو، والحارس عبد العزيز عمار ببراعة أنقذ مرمى من أولى الكرات الخطيرة، وأول تهديد مباشر على مرمى كربلاء من قبل نادي الأمانة. ركنية الآن لمصلحة نادي كربلاء، أول ركنية في ملعب المباراة. ركنية تلعب الكرة، جاسم حاول كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ وحالة تسلل لمصلحة نادي كربلاء. مساعد الأول مصطفى نهاد يشير إلى وجود حالة تسلل، هذا هو محمد جفال. شوف الكرة بالإعادة، ومرة أخرى أبعدت الكرة، تعود من جديد، محاولة عند اللاعب أغاتي، تلعب الكرة أبعدت إلى محمد جاسم عقلة. عندنا محمد جاسم محمد جاسم، وعندنا محمد جاسم عقلة، وكرة أقرب إلى عبد العزيز عمار. عبد العزيز عمار يشتت كرة طويلة، محمد الحسن إلى حسن عباس، إلى محمد الحسن مرة أخرى، يلعب الكرة إلى الجانب، مقطوع الكرة من كرار، وسط الملعب نوفا إيفو إلى إنجي جويل، إنجي يلعب الكرة قصيرة طالت على داوودة، وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. صفاء جبار على التنفيذ، كرة مقطوعة على رمية تماس لمصلحة كربلاء. رأسية أولاديو يعقوب كانت خطيرة ببراعة، صدى لها عبد العزيز عمار وأنقذ مرمى كربلاء من كرة خطيرة. رمية تماس على التنفيذ محمد كريم، لاعب نادي النفط الموسم الثاني مع كربلاء ويعمل في القيادة. كرة ملعوبة، ترتد الكرة إلى محمد الحسن، تذهب إلى صفاء جبار، صفاء يعيد الكرة إلى محمد الحسن، وتعود إلى حارس المرمى حسن عباس. حسن عباس يشتت كرة إلى الجانب، مقطوع الكرة من جديد، طالت إلى كرار، وسط الملعب إلى عمر عدنان. عمر عدنان بينية، محاولة عند اللاعب محمد شفال، ترتد الكرة، داوودة تعود إلى محمد كريم، نوفا إيفو، كرة عند اللاعب بابا موسى، إلى الجانب الكرة لمحمد كريم، مرت الكرة مقطوعة من جديد من اللاعب عدي إشهاب، يبعثها إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. توجيهات من وسام طالب، لعب مع النادي 12 موسم، لعب معهم من الدرجة الثانية، الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، درب إشبال وشباب النادي، وعمل مساعد مع مدربين عدة اللي هم ثائر أحمد خلف، عصام حمد، وجمال علي. وبالمناسبة أحمد خلف اليوم يقود هوك أمام الحدود في تغيير خامس للمدربين هذا الموسم، يعني بعد أن غيرت أندية الطلبة والميناء ونفط الوسط والقاسم، واليوم دهوك هو النادي الخامس اللي غير فريقه هذا الموسم. الكرة ارتدت من جديد، أيمن، محمد الحسن، صافرة من حكم اللقاء، هذا هو أيمن رزيز، تعرض إلى عرقلة، ركلة حرة لمصلحة الأمانة. كانت الكرة عرقلة من أحمد خالد قريب منه،
تلعب الكرة لمحمد الحسن، ربع ساعة، دخلنا الدقيقة 16 من عمر المواجهة، 2 مقابل 3 الأخطاء. كرة بينية ملعوبة من جديد، محاولة كرار يحاول، تأخر كرار من جديد، كرار يلعبها لأولاديو، أولاديو يلعبها لمحمد جاسم، محمد جاسم يحاول، محمد إلى جاسم، محمد عقلة، جاسم يلعبها عرضية، وأولاديو برا الملعب، ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي كربلاء. ركلة حرة لمصلحة كربلاء قريبة من منطقة الجزاء. شوف لعب خطر احتسبه حكم المباراة، كان قريب من عند اللاعب انجي جويل. كرة بالرأس، سامي هين بالرأس، محمد الحسن، نوفا ايفو، تعود الكرة إلى الجانب، مصطفى راضي، مقطوعة الكرة لا جاسم، محمد عقلة، صفاء، أكافي، جاسم، صفاء، طويلة الكرة، أولاديو، وإلى خارج ملعب، رمية تماس لمصلحة الأمانة، رمية تماس لمصلحة الأمانة. هذا هو انجي جويل اللاعب الكاميروني القادم من القنيطرة المغربي. كرة خطرة هذه، أولاديو، جول 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 جول، كرار يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 18 من عمر المباراة. كرار علي بري يسجل هدف الشخصي الثالث، ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 18 من عمر المباراة. كرار علي بري يسجل أول أهداف المباراة من كرة حلوة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ويسجل على ضوءها على أثر هذه الكرة جميلة هدف ثالث شخصي وهدف أول في لقاء اليوم. شوف الكرة اللي لعبت وما بها تسلل، وتلعب عرضية، وبالتالي لعبها بكل سهولة بيساره إلى داخل الشباك ليحرز أول أهداف المباراة في الدقيقة 18 لمصلحة نادي الأمانة. شوف الكرة جاسم هيئها، جاسم محمد عقلة اللي هرب من شرك التسلل، وهيئ كرة على الطاير، وبكل سهولة اللاعب كرار علي بري يسجل هدف المباراة الأول وهدف الشخص الثالث هذا الموسم، بعد أن سجل في شباك الكرخ ونفط ميسان، يسجل اليوم في شباك كربلاء أول أهداف المباراة، والهدف رقم 2 بعد 100 بعد 200 بعد أن سجل يبدو دهوك على الحدود. كرة ملعوبة، جاسم، عدي شاب، عدي يلعب الكرة طويلة برأس مقطوعة، نوفا ايفو إلى مصطفى راضي، ترتد من أيمن رزيج، أيمن يحاول كرة إلى خارج ملعب لرمية تماس لكربلاء، أحمد خالد على التنفيذ، وسط الملعب الكرة من جديد، الكرة لمصطفى راضي، مصطفى يلعبها بينية، محاولة عبد القادر، تعود الكرة من جديد إلى سامي هين، سامي يلعبها عرضية خطيرة، طالت وبعد خطرة ومحاولة، ولكن ترتد من جديد، وتسديدة مرة أخرى تعود من مصطفى، عرضية اللعب وأقرب إلى المدافع عدي يبعتها، تعود وسط الملعب محمد جفال، ترتد الكرة، تلعب الكرة من جديد، محاولة لفريق كربلاء الضاغط، بينية ملعوبة، ترتد من أمام داوودة، تعود الكرة من جديد وتشتت من محمد جفال، وهناك خطأ لمصلحة الأمانة، خطأ لمصلحة نادي الأمانة. حارس المرمى حسن عباس، وخطأ لمصلحة الأمانة. شوف الكرة الخطيرة اللي أتيحت لفريق كربلاء، وأول تهديد مباشر لكربلاء على مرمى، هذا إعادة للهدف على ما يبدو
ما كان اكو تسلل مع انطلاق الكرة، وبالتالي جاسم هيأ كرة على طبق من ذهب للاعب كرار علي بر القائد، وسجل منها اول اهداف المباراة ليتقدم أمانة بغداد على كربلاء بهدف السبق. كرار، عمر عدنان، أيمن رزيج، مقطوعة من مصطفى، عبد القادر طارق، مصطفى راضي، مصطفى، تعود الكرة من جديد، تنقطع الكرة من أكافي، أغاتي، ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي الأمانة. دخول من مصطفى راضي على أيمن رزيج. بالسلامة لأيمن، جدد مع نادي الأمانة أكثر من 8 مواسم. كرة لا بابا موسى تلعب إلى جويل، جويل إلى محمد كريم، محمد كريم يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة من عدي شاب، وأبعدت من المنتصف ترتد إلى سامي هين يلعبها بينية، وكرة شتتها أيمن رزيج إلى خارج ملعب لرمية تماس من أمام مصطفى راضي. تلعب رمية تماس، داودة يحاول، مقطوع على ركنية لمصلحة نادي الأمانة، لمصلحة كربلاء، ثاني ركنية في ملعب المباراة. ركنية لمصلحة الأمانة، تبعد الكرة من أولاديو إلى رمية تماس لمصلحة كربلاء. محمد كريم على التنفيذ، ركنية تسوي عادة حكم المباراة، وبالرأس عالية برا الملعب من جويل إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الأمانة. ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. الآن نلعب بالدقيقة 24 من عمر المواجهة، 1 الأمانة لا شيء كربلاء. مثل ما ذكرت الأمانة قادم من تعادل مع الزوراء سلبا، وبنفس النتيجة طلبة مع كربلاء. ركلة مرمى للأمانة، كرة أيمن، كرار، بابا موسى يشتتها، بابا موسى، عبد القادر، صفاء بينه وبين داوودة، صفاء يشتتها، عبد القادر، سامي هين يلعب الكرة لمحمد كريم، محمد كريم يعيد الكرة إلى جويل، عينجي جويل، بابا موسى، جويل مرة أخرى، محمد كريم من جديد بالمنتصف، سامي هين، سامي هين يلعب الكرة، أولاديو إلى الجانب إلى جاسم محمد عقلة، تعود الكرة إلى أغاتي إلى أولاديو، وإلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. عبد العزيز يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة من عدي شاب، رأسية من كرار، تعود الكرة من جديد وسط الملعب، سجاد رعد من جديد تبعد، أقرب إلى الحارس عبد العزيز عماري، هيها إلى بابا موسى، نوفو إيفو، إنجي جويل، بابا موسى مرة أخرى، طويلة من بابا موسى، رأسية من عبد القادر، خطرة هذه داودة، ولكن مرت بسلام وأمان على مرمى على مرمى الأمانة. داودة ما استطاع أن يسيطر على الكرة، حارس المرمى يشكو من إصابة، كرة مشتركة
بدأ كربلاء ينشط على مرمى الأمانة بعد أن تقدم الأمانة بهدف السبق بدقيقة 18. شوف هذه الرأسية، وداود كان بإمكانه أن يستغل الكرة مباشرة لكن تباطئ، وبالتالي ضاعت فرصة ثمينة على كربلاء. شوف كان بإمكانه بهذه اللحظة يسدد، لكن مرت عليه الكرة ما قدر أن يسدد، مرت ولعب بقدم كرة بالهواء. عادت نوفا إيفو، جايل إلى نوفا إيفو يلعب الكرة، خطأ لمصلحة كربلاء، خطأ لمصلحة نادي كربلاء. حكم الآن لحد الآن 10/10 قريب من كل الحالات، وركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء من منتصف ملعب فريق الأمانة. تلعب الكرة، تبعد من الدفاع، مرة أخرى تسديدة برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. فريق الأمانة يمضي موسم 27 في دوري الكرة الممتاز، أول مواسمه 77-78، هبط آخر مرة موسم 22-23 وعاد هذا الموسم بعد أن أهله المدرب وسام طالب وعاد إلى دوري الكبار. كرة عادت وسط الملعب، سامي هين يلعب الكرة، ترتد الكرة من جديد، محاولة مرة أخرى إلى خارج الملعب. طبعا بالمناسبة يعني تسميات عديدة مر بها الأمان، يعني هو أسس عام 57 باسم نادي أمانة العاصمة، لعب في دور المؤسسات وأحرز لقب عام 59، وعام 77 دمج مع البلديات اللي ضم إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب ليشكل مع البلديات نادي الأمانة. عام 2009 تم تغيير اسمه إلى بغداد تيمنا بالعاصمة الحبيبة بغداد، وعام 2014 تم تغييره إلى اسم أمانة بغداد. موسم 2008-2009 أفضل ما حققه هو المركز الرابع، حل ثاني في مجموعته بعد النجف، وبالتالي كان رابع الترتيب. عمر عدنان اللي جدد مع فريق أمانة بغداد بالسلامة إن شاء الله، يشكو من إصابة. على الطرف الآخر كربلاء 22 موسم في دوري الكبار، أول مواسمه موسم 92-93. وسعد مشاوي اللي يخلف حيدر عبودي قود فريق كربلاء في لقاء اليوم، بعد أن نال حيدر عبودي البطاقة الحمراء في مباراة كربلاء والطلبة. نهض عمر عدنان بالسلامة إن شاء الله. رمية تماس محمد كريم على التنفيذ، لعبها بروح رياضية لفريق الأمانة. عبد القادر يعيدها لحارس المرمى حسن عباس. نصف ساعة من عمر المواجهة، 1 الأمانة لا شيء كربلاء. سجل كرار علي بر بالدقيقة 18 من عمر المواجهة. طويلة وعالية الكرة، بابا موسى يعيدها إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار يشتت كرة طويلة، ترتد من صفاء محمد جاسم مرة أخرى، كرة طويلة، هجمة الآن، محاولة ولكن مقطوعة الكرة من جديد. مصطفى اللي انتقل للجهة القريبة، مصطفى راضي يحاول، مصطفى يعيد الكرة إلى سامي هين يلعب الكرة وبصعوبة يبعتها الحارس حسن عباس. ترتد الكرة خلفية بالرأس محمد الحسن إلى رمية تماس لمصلحة كربلاء. تلعب الكرة عرضية وبالرأس تبعد، أغاتي يبعتها، بالرأس كرة مشتركة، نصف ساعة بالتمام من عمر المواجهة. خطأ لمصلحة نادي كربلاء.
هذا داوودة اخطر اللاعبين على مرمى الأمانة، ولعب خطر واضح من اللاعب آغاتي غنامة، اللاعب التوغولي آغاتي. ركلة حرة الآن. تلعب الكرة ترتد، وكرة بالقائم وترتد وخطيرة وبعد خطرة ومرت إلى خارج الملعب. كرة خطيرة خطيرة ترتد من قائم مرمى الأمانة، وفرصة ثمينة تضيع على فريق كربلاء. عبد القادر الكرة لسجاد رعد، شوف الكرة بالقائم، كرة جميلة خطيرة. ركنية الآن لمصلحة كربلاء، بدأ كربلاء يضغط 2 مقابل 1 الركنيات. تلعب الكرة وبقبضة إيده حسن عباس يبعد الكرة من جديد، محاولة وسط الملعب. كرار أيمن، عمر عدنان، محمد الحسن، آغاتي، كرار، جاسم محمد عقلة اللي انتقل للجهة البعيدة، عمر عدنان. تلعب الكرة لجاسم محمد عقلة من الجهة البعيدة، يحاول يمر الآن جاسم، يلعبها بينية مقطوعة، تعود إلى جاسم مرة أخرى، هات وخذ، وصعبة وتبعد من محمد كريم، تعود إلى مصطفى راضي. خطأ لمصلحة كربلاء، عرقلة لعبد القادر طارق، وخطأ لمصلحة نادي كربلاء. محمد كريم أخطر الكرات، كرة سجاد بالقائم، وأنقذ مرمى الأمانة من إصابة أكيدة. هذا سجاد أمامنا بالصورة، محمد كريم يلعب الكرة، وكرة أبعدها محمد حسن، أولاديو، جاسم محمد عقلة اللي عاد إلى الجهة القريبة، جاسم، محمد جفال، وكرة مقطوعة برا الملعب من مصطفى راضي إلى رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. رمية تماس للأمانة الآن. شوف كرة سجاد اللي ردها القائم، كرة السجاد اللي ردها القائم، وأخطر الكرات على مرمى الأمانة. كرة عادت بالمنتصف، عمر كرار، عمر مرة أخرى، محمد الحسن، كرار قصيرة ترتدي إلى أيمن رزيج، أيمن إلى كرار علي بري، كرار يلعب كرة طويلة، لا على التعيين برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة كربلاء، ركلة مرمى لمصلحة كربلاء. عبد العزيز عمار، 35 دقيقة 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الأمانة 1 كربلاء لا شيء. سجلت الإصابة عن طريق اللاعب كرار علي بري بدقيقة 18 من عمر المباراة. داوودة مرة أخرى، كرة مقطوعة، كرار قصيرة ترتد من أمام أولاديو عن طريق بابا موسى، ترتد الكرة، محاولة سجاد مقطوعة برا الملعب من محمد الحسن إلى رمية تماس لمصلحة كربلاء. أحمد خالد على تنفيذ رمية تماس،
أحمد مرة أخرى تبعد الكرة من أجاتي. بابا موسى مقطوعة، محمد جفال. داوودة من الجهة البعيدة، هي الكرة للجانب. أحمد خالد، داوودة قصيرة وترتد. أحمد خالد مرة أخرى، ورمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. رمية تماس، كرة مقطوعة من عمر عدنان، رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. أحمد خالد على التنفيذ. شوف كرة داوودة لعبها من بين أقدام كرار علي بري. أحمد خالد، نوفو يعيد الكرة. بابا موسى، جويل إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. وكرة سهلة. لعب خطر، لعب خطر وركلة حرة لمصلحة الأمان. كرة مشتركة ما بين مصطفى راضي وحارس المرمى حسن عباس. كرة مشتركة بين مصطفى راضي، هذا مصطفى راضي القادم من الصناعة الموسم الثاني، سجل في شباك نفط الوسط والشرطة الموسم الماضي، سجل 3 أهداف في شباك النجف والحدود ونفط الوسط. شوف الكرة، حاول ولعب خطر، اصطدام مع حارس المرمى، أي احتكاك مع حارس المرمى خطأ، وبالتالي حسن عباس يتعرض إلى عرقلة من مصطفى راضي وركلة حرة لمصلحة الأمانة. ركلة حرة لمصلحة الأمانة. كربلاء أفضل بعد أن سجل فريق الأمانة هدفه، بدأ يكون أكثر انتشار وأكثر خطورة. كرة ردها القائم، وما زال حسن عباس يتلقى العلاج بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. طبعا كربلاء مثل ما ذكرت 22 موسم، أولها 92 93 وتوجيهات من وسام طالب. طبعا موسم 94 95 هبط وعاد 99 2000 2001 هبط وعاد 2003 2004 2017 2018 أيضا هبط وعاد 2022 2023 هبط 3 مرات هذا الفريق. نهض بالسلامة حسن عباس. ركلة حرة لمصلحة الأمانة الآن، 6 دقائق على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. ما زال الأمانة يحافظ على تقدمه بهدف كرار علي بري اللي سجله بدقيقة 18 من عمر المباراة. تلعب الكرة حسن عباس، طويلة الكرة ملعوبة بالرأس، تبعد من جويل إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. هذا هو انجي جويل الكاميروني. لاعب القنيطرة المغربي السابق. كرة محاولة، تعود الكرة من جديد، صفاء يلعبها، أولاديو يتركها لجاسم من الجهة البعيدة، يحاول تلعب الكرة ويهيئ كرة لنفسه لكن مقطوعة الكرة، أقرب لها المدافع بابا موسى يلعبها ترتطم تعود إلى أيمن رزيج، برت إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة كربلاء. 40 دقيقة من عمر المواجهة، 1 بغداد لا شيء كربلاء. كرة بالرأس، محاولة أيمن رزيج، شتتها طويلة. شوط نظيف لحد الآن، لا اعتراضات لا أخطاء لا إنذارات، هدف واحد وكرة ارتدت من قائم، يبدو هناك ركلة مرمى، كرة خرجت.
خرجت على داوودة إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة، أمانة بغداد. خرجت بكامل محيطها، لو بجزء من محيطها ما كانت خارج، لكن بكامل محيطها خرجت خارج الملعب، وبالتالي رأسية كانت، أو الكرة إلى سامهين أو سامهين. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي أمانة بغداد. تلعب الكرة بالرأس مقطوعة، رمية تماس لمصلحة أمانة بغداد. هذا هو صاحب الهدف الوحيد كرار علي بري. لعب للنفط، لعب لكربلاء، وجدد مع فريق بغداد. صفاء جبار يلعب رمية التماس بالرأس، محاولة من جديد. ما زال دهوك يحافظ على تقدمه بهدف في لقائه مع الحدود، وهنا 1 لأمانة بغداد لا شيء لكربلاء. 202 هدف لحد الآن مع 6 بقرار. كرة ملعوبة خطرة داخل منطقة الجزاء، جاسم محمد عقله يلعب إلى أولاديو. جول 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 جول. أولاديو 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 أولاديو، وجاسم محمد عقله هو الآخر يصنع الهدف الثاني لفريقه. وأولاديو بالدقيقة 43 يسجل. أولاديو يعقوب يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 43. شوف الكرة لعبها وتهيئت وإلى جاسم هيئها إلى أولاديو، وبنفس طريقة الهدف الأول ولكن من زاوية عكسية. شوف أولاديو يسجل الهدف الثاني لفريق نادي أمانة بغداد بنفس الطريقة ولكن من جهة مغايرة. الهدف الأول من جهة اليمين، الهدف الثاني من جهة الشمال، وبهدفين يتقدم أمانة بغداد على ضيفة كربلاء. الأهداف سجلت عن طريق كرار علي بري بالدقيقة 18 وأولاديو يعقوب بالدقيقة 43 من عمر اللقاء. مرت الكرة من جديد، طويلة الكرة ملعوبة، محاولة محمد الحسن، جاسم، خطأ لمصلحة أمانة بغداد. هدف أمان واطمئنان لفريق أمانة بغداد يسجل أولاديو يعقوب. هذا هو أنجي جويل. مستوى متباين لكربلاء من مباراة لأخرى، وحتى فريق أمانة بغداد يخسر مع فرق، يفوز على فرق، وبالتالي يخرج بنتيجة مع فريق كبير إيجابية. محمد الحسن على التنفيذ، يلعب كرة طويلة للجانب، جاسم كرار، ومرة أخرى الكرة مقطوعة، رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. داوودة يبحث عن رمية تماس، رمية تماس لفريق أمانة بغداد. آخر لحظات من الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. نشوف ممكن الحكم يضيف 3 دقائق أو دقيقتين. كرة مقطوعة، جويل يلعب كرة طويلة، داوودة بينه وبين محمد الحسن تقدم مباراة جيدة اليوم دفاع فريق أمانة بغداد. مرة أخرى تعود إلى جاسم محمد عقله، إلى عمر عدنان تنقطع الكرة مرة أخرى بالرأس، تعود الكرة من جديد إلى مصطفى راضي، تلعب إلى سجاد، تسديدة وتعلو العارضة إلى ركلة مرمى. سجاد رعد أمامنا بالصورة، لاعب نفط ميسان السابق الموسم الثاني إلى مع فريق كربلاء. كرة جميلة، ثاني كرة يلعبها مباشر على المرمى بعد أن رد القائم كرة إلى، والآن الكرة تعلو العارضة، لاعب يجيد التسديد من مسافات بعيدة، وهذه الكرة الثانية الخطيرة اللي يلعبها على مرمى الأمانة. 45 دقيقة انتهت، نلعب بالوقت مثل ما توقعت 3 دقائق يضيف حكم اللقاء كوقت محتسب بدل. اليوم لا رحنا للفار ولا اكو
أي بطاقة صفراء أو مشاكل في شوط المباراة الأول، والحكم لحد الآن 10/10 في شوط المباراة الأول. كرة اللعب، جاسم وسط الملعب إلى الجانب إلى عدي شهاب، يلعب كرة طويلة، ترتد الكرة لمحمد كريم، مقطوع على رمية تماس لمصلحة كربلاء. مصطفى سامهين، وخطأ ضد مصطفى راضي، ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد. هذا هو محمد جفال، لعب للطلبة، لعب للشرطة للجوية أو للشرطة وللطلبة، ولعب لأربيل أيضا. صفاء جبار على التنفيذ، أو عدي يلعب الكرة مقطوعة بالخطأ، تعود إلى جويل. مصطفى أغاتي، أولاديو، جاسم، محمد جفال، كرار أو أيمن رزيج، كرة بينية تبعد من بابا موسى، مرة أخرى محاولة من كرار علي بري داخل منطقة الجزاء، وإلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة الأمان. آخر اللحظات، جاسم يعني نجم شوط الأول باعتقاد اللي صنع الهدفين جاسم محمد عقلة، محمد جاسم عقلة، محمد جاسم عقلة، محمد جاسم عقلة هو نجم شوط المباراة الأول. جاسم محمد عقلة. أفضل لاعب في شوط المباراة الأول. وصافرة حكم المباراة تشير إلى وجود ركنية، تلعب الركنية بالرأس تبعد، مرة أخرى تعود إلى أغاتي، سهلة لحارس المرمى عبد العزيز عمار. وصافرة حكم اللقاء السيد أميد مصطفى تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم أمانة بغداد على ضيفة كربلاء بهدفين سجلوا عن طريق كرار علي بري بالدقيقة 18 وأولاديو يعقوب بالدقيقة 43. استراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. من يحضر لكي يدعم ويؤازر نادي الميناء بقمة هذه اللقاء. هذه جول، محاولة الهدف، نعم جول. أمجد راضي هو القاضي، هو القاضي يسجل أول أهداف المباراة. شاهد هذه هي التمريرة، الكل يظن بأنها الراية والتسلل، لكن قرار حكم المباراة يشير بأن الهدف الأول لمصلحة نادي أربيل. فيها يا جماعة توقف المدافعين، ونعم لن يكون هناك أي قرار لحكم المباراة. وبالآخر الهدف من حميد، وشيركو يخطف هذه الكرة، شيركو بالمرور من الجهة اليسرى، شيركو خطير، تسديد الشيركو، جول هذه المرة. رستم شاهد المرور الجميل، قلنا خطير، شيركو مثير وكبير، مر بهذه الكرة، شاهد أعطاه كرة على طبق من ذهب، وأسو عالطاير يسجل الهدف الثاني في المباراة حتى تصبح النتيجة 2 لنادي أربيل ب10 لاعبين، وبهذا العدد المنقوص يسجلون الهدف الثاني. حذرنا، تمشي من أسو
ومحاولة العبور. هناك علي بهذه العرضية يلعبها، وصلت ثالث الأهداف السورستم لنادي أربيل. شاهد المرور، العرضية الجميلة وبالراس من السورستم، وتقدم الحارس جعفر شنيشير يكلف الميناء هدف ثالث. شاهد جعلت الحارس بحيرة وأضافت الهدف الثالث. على الكرة يلعبها لجاسم محمد، جاسم محمد داخل منطقة الجزاء، الكرة الخطيرة الكرة الخطيرة الكرة الخطيرة، يا الله جول! كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة، والخطورة تأتي من جاسم محمد، فتح لنفسه زاوية تصويب، صوب سدد وأسكن الكرة في شباك نادي النجف. شاهد تمرير الكرار علي بري إلى جاسم محمد، تباطؤ كبير من مدافعي نادي النجف بالضغط وقطع الكرة من جاسم محمد. جاسم محمد استغل هذا التباطؤ وصوب تصويبة قوية وصعبة على رضا عبد العزيز، كون الكرة لعبها في الزاوية الصعبة. يعني إذا ما تكلمنا ما بين تصويبة حسين طالب لاعب نادي النجف وتصويبة هذا اللاعب جاسم محمد. يحاول تمريرة جميلة لأحمد علي، العرضية خطيرة خطيرة خطيرة، يا الله! في بداية شوطها الثاني طبعا تشكيلة نادي أمارة بغداد لم يجر أي تغيير. حسن عباس في حراسة المرمى، صفاء جبار، محمد موسى، عدي شامي، مرزيج في دفاع. ماذا هناك؟ ما هو القرار؟ ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء وبطاقة صفراء على من؟ على ايمن رزيج. بهكذا ركلات جزاء ستار امام حسن عباس. جول! هدف التعديل. شاهد ردة فعل الجمل. هدف للأمانة، لهدف لأمارة بغداد. تقدم جاسم محمد. أمير حسين يلعب الكرة عالية، هنا الرأسية من ستار جبار. جول! حسين طالب في مرة أولى وثانية وثالثة وينجح في الرابعة. حسين طالب يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي النجف، ويسجل الهدف الثاني. شوط ثاني أزرق، شوط ثاني لغزلان البادية. شاهد هنا الإعادة، رأسية ستار جبار الذي حلق عاليا، ذكرتنا برأسيات سلمان حسين يا ستار يا جبار. هكذا ارتقاء كان لسلمان حسين وابعاد من حسن عباس، وحسين طالب أكمل الكرة في المرمى. مرة أخرى إلى عبد المجيد والتسديدة إلى سجاد وجول للقيثارة سجاد جاسم بهدف جميل، بهدف صعب، لا صغر ولا ثلاثة من الصغر، يعني يردون هذه الكرة. هدف أول للشرطة، هدف أول للقيثارة بالدقيقة 8 عن طريق سجاد جاسم. الله يا سجاد جاسم يفتتح التسجيل للقيثارة للشرطة بهدف جميل. هدف أول لسجاد، لاحظ الله، صعبة رائعة. هدف جميل للشرطة بزاوية صعبة بالتسعين يعني لسجاد جاسم. الله يا سجاد. هدف أول للقيثارة، وعملية تمرير بن حصني، انطلاقة البواس تمريرة ثاني، لكن الراية والتسلل للفار وجول. هدف
إدريسا نيانج، ثاني للقيثارة، ثاني للشرطة، والقيثارة إلى الصدارة. يعني مناصفة مع القوى الجوية لغاية الآن. ثاني الأهداف لم يحدث للشرطة في دورينا هذا الموسم هدفين بأول 12 دقيقة. إدريس نيانج يصل إلى هدف الثالث وسجل على زاقه وعلى أمانة بغداد. لاحظ قال لكم ما بي يتسجل. إدريسا على يمين صقر حديد، لاحظ رسمها السوري إلى السنغالي وفي المرمى عن طريق إدريس نيانج. إدريسا للشرطة بهدف ثاني. هي التمرير لسجاد جاسم، الانطلاقة من سجاد خطيرة للشرطة لكن الإبعاد. ثالث للقيثارة. الشرطة بهدف ثالث وبهدف جديد عن طريق عبد المجيد يسجل بهدف ثالث للقيثارة. اي اثنين مسجلة نيانج وعبد المجيد، او ربما إدريسا. خلينا نشوف إدريسا نيانج ثالث الأهداف للشرطة. لاحظ قوية، لا عبد المجيد أو إدريسا نيانج بثالث للشرطة. إدريسا بكرة قوية عن طريق السنغالي طبعا. إدريسا نيانج مع عبد الرزاق، تمريرة داود، عبد الرزاق تمريرة، رابع لعبد المجيد. عبد المجيد بهدف من جديد للشرطة، القيثارة والصدارة. الشرطة في الصدارة وعن طريق عبد المجيد بوبكر. هدف رابع، 4 للشرطة، والشرطة ما أروع في هذا اللقاء برغم الإصابات، لكن شوف عبد الرزاق روح قول لعبد المجيد بوبكر البديل. عبد الرزاق قاسم بكرة جميلة لعبد المجيد بوبكر. هدف رابع للشرطة. محمد سامي بمواجهة حيدر جمال الدين لنوروز، ركلة الجزاء يتقدم والتنفيذ. جول أول لنادي نوروز للفريق الضيف، يسجلون أول أهداف المباراة من علامة الجزاء. محمد سامي يسجل الهدف الأول بالمباراة. هل يكون الشوط الأول من الكرة الأولى الخطيرة يسجل من خلالها بعد احتساب ركلة الجزاء؟ أيمن يتقدم، الله! الصقور الصدارة يقولون اختصرنا حبنا لكرة القدم بتشجيع القوة الجوية. اي والله هكذا جماهير القوة الجوية. جول الصقور، هدف أول للقوة الجوية من ركلة جزاء. أيمن تقدم فيها، وبعد ذلك تقدم على مستوى، وبالتالي هو شاهد حارس المرمى واتخذ القرار، وبالتالي سجل أول أهداف المباراة. عبد العزيز على اليسار وأيمن على اليمين، وبالتالي الله عليك يا أيمن. القوة الجوية اللي لا يزال لغاية الآن متقدما على فريق كربلاء بهدف ممكن ثاني. الله! جول!
سجل أيمن يصل لهداف دورينا مع إبراهيم غازي، يسجل الهدف السابع في دورينا. الله 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 عليك يا أيمن. أيمن 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 أيمن، يعني شوف استلم الكرة صح، استلم الكرة باليمين وسدد باليسار. الله عليك، قوية 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 في قلب المرمى ليتقدم القوة الجوية بهدف ثاني، هدف ثاني لصقور العاصمة بغداد. وإلى الصدارة، اختصرنا حبنا لكرة القدم في تسجيل القوة الجوية جماهير الأزرق. أكبر نتيجة هذه الجولة كل يعلم نتيجة مباراة الشرطة والحدود. كرة خطيرة لحسين جبار، الله، جول ثالث. حسين جبار، حسين جبار يسجل الثالث للصقور. الانطلاقة كانت سريعة وكانت سليمة وكانت التمريرة روعة، وحطها صح، حطها صح في الزاوية البعيدة ليتقدم القوة الجوية بثلاثة أهداف من خلال هذا اللقاء. من خلال هذا اللقاء شوف 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 التمريرة، شوف يوسف فوزي قدمها على طبق من ذهب وقال له هاك روح قول، هاك روح قول. وبالتالي حسين جبار اللي ما كذب خبر وحط الكرة، حطها في مرمى عبد العزيز عمار على يساره ليتقدم القوة الجوية بثالث الأهداف، 3 مقابل لا شيء له. حسام يلعبها إلى حسن علي وتسديد، جول جول. كريستوفر يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 51. بالدقيقة 51 كريستوفر جون يسجل أول أهداف المباراة ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. شوف كرة لعبها وحارس المرمى اللي كان متقدم يتحمل مسؤولية هذا الهدف عمار علي وكريستوفر جون بويل. تشوف الكرة، شوف لعبها عالية ومتقدم الحارس وتعانق الشباك لتحرز أول الأهداف لفريق الزوراء. 1 الزوراء لا شيء الكهرباء عن طريق كريستوفر جون بالدقيقة 51 من عمر المباراة. نتائج مباريات الجولة التاسعة. أمانة بغداد خسر من النجف 2-1، الميناء خسر من أربيل 3-0. قرار الحكم ركلة حرة اللعب الكرة وبالرأس وجول. شافيو ماموني يدرك التعادل لفريق الكهرباء بالدقيقة 87 من عمر المباراة. شافيو ماموني يسجل هدف التعادل، شافيو ماموني يسجل هدف التعادل بالدقيقة 87 من عمر المباراة. بالدقيقة 87 من عمر المباراة. هذه النتيجة التعادل بهدف واحد، مرتين فقط حثت ما بين الفريقين، مرتين فقط حثت ما بين الفريقين. والتعادل، التعادل. شوف الكرة العالية وبالتالي رأسية تقدم المدافع وخطأ يعني علي كاظم، كان ممكن أن يبعد الكرة بشكل أفضل لكن هياها إلى شافيو ماموني الخالي من الرقابة ولعبها برأسية جميلة واستطاع أن يسجل الهدف الأول للكهرباء وهدف التعادل. من يحضر لكي يدعم ويؤازر نادي الميناء بقمة هذه اللقاء. هذه جول، محاولة الهدف، نعم جول
يسجل. أمجد راضي هو القاضي، هو القاضي يسجل أول أهداف المباراة. شاهد هذه هي التمريرة، هل الكل يظن بأنها الراية والتسلل، لكن قرار حكم المباراة يشير بأن الهدف الأول لمصلحة نادي أربيل. فيها يا جماعة توقف المدافعين، ونعم لن يكون هناك أي فريق نادي كربلاء سيدخل إبراهيم كونيه وأيضا اللاعب رقم 39 مصطفى خالد وإبراهيم كونيه يدخلان إلى أرض الملعب. تغييرين في تشكيلة نادي كربلاء ما بين الشوطين، وشوط المباراة الأول انتهى بتقدم أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء. يدخل بدلا من أحمد خالد اللاعب إبراهيم كونيه بدلا من أحمد خالد، وخروج داوود ويدخل مصطفى خالد. إذن طاقم تحكيم لقاء اليوم اللي يجمع مباراة أمانة بغداد مع كربلاء بقيادة أوميد مصطفى، يساعد مصطفى نهاد باب الجلال وأحمد جمعة، على الفار علاء سلام وحيدر عبد الحسين. مقيما للحكام محمد كاظم عرب، ومشرفا للمباراة مظهر خلف. تعلن صافرة حكم اللقاء السيد أوميد مصطفى. بداية أحداث شوط المباراة الثاني، كربلاء بزي الأخضر على يسار الشاشة، ونادي أمانة بغداد بزي الغامق على يمين الشاشة. وهذا تذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة الفريقين. حسن عباس بحراسة مرمى الأمانة بالرقم 1 على اليمين، صفاء جبار 5 على الشمال، أيمن رزيج 13، محمد الحسن 25، عدي شاب 14. وسط الملعب أقاتي غنام 23، عمر عدنان 55، محمد جفال 21، جاسم محمد عقلة 6، وأولاديو يعقوب 31، وكرار علي بري بالرقم 9. أما تشكيلة كربلاء مؤلفة من عبد العزيز عمار بحراسة المرمى برقم 1 على اليمين، دخل إبراهيم كونيه بدل من أحمد خالد برقم 15، وإنجي جويل 5، بابا موسى 29، محمد كريم 24. وسط الملعب سامهين 77، نوفا أويفو 3، سجاد رعد 8، وداوود اللي ترك الملعب بدلا عن مصطفى خالد 39، وعبد القادر طارق بالرقم 7، ومصطفى راضي بالرقم 16. هذه تشكيلة الفريقين. هذا هو اللاعب أقاتي غنامة، لاعب من توغولي اللي يمثل فريق أمانة بغداد. كرة مقطوعة من أيمن رزيج، أقاتي يلعب كرة طويلة مرت إلى خارج ملعب، لا رمية تماس لكربلاء. هل يفلح كربلاء بتقليص الفارق؟ أذكر بالنتائج مباريات هذا الأسبوع، وبمباريات هذا الأسبوع أمس الميناء عاد النفط البصرة بهدف، الشرطة تغلب على نفط الوسط بثلاثية، أمانة بغداد الآن تتقدم على كربلاء بهدفين، الحدود يتأخر من يدهوك بهدف. تعقب هاتين المباراتين عند الساعة 5 مباراة أربيل مع الزوراء، وعند 9:30 الكهرباء سيواجه نفط ميسان. غدا الأحد 4 مباريات، الكرخ مع زاخو عند 2:30، نوروز مع النفط عند 2:30، عند 5 النجف مع القاسم، وعند 7 القوة الجوية مع الطلبة. بالمناسبة 3 مباريات مؤجلة ستجري يوم 27، الجوية مع الكهرباء، والزوراء مع نفط الوسط، وزاخو مع القاسم. هذه المباريات الثلاثة ستجري يوم 27 من الشهر الجاري. كرة ملعوبة من أيمن رزيج، ترتد سامهين، آقاتي، أولاديو يحاول يلعب الكرة بالمنتصف، محمد جفال، كرار، صفاء، عمر عدنان إلى صفاء مرة أخرى، صفاء يحاول يمر يلعبها، وكرة مقطوعة من بابا موسى، تبعد الكرة من جديد من محمد كريم، سجاد، محمد كريم، وإلى خارج ملعب، رمية تماس لمصلحة كربلاء، رمية تماس لمصلحة كربلاء. عالية الكرة، تعد لحارس المرمى عبد العزيز عمار، كرة عالية طويلة، طالت على جاسم محمد عقلة،
حكم يعيد تنفيذ الكرة من مكان خروجها. أيمن رزيج، أيمن مرة أخرى، ورمية تماس لمصلحة الأمانة، رمية تماس لمصلحة أمانة بغداد. أولاديو صاحب الهدف الثاني، كرتين هدفين صنعهم جاسم محمد عقلة. رمية تماس، تعود الكرة من جديد، عمر، كرار، جاسم، تعود الكرة إلى أيمن، كرار علي بري إلى أيمن رزيج. أيمن يلعب الكرة مرة أخرى، محاولة مقطوعة من اللاعب البديل إبراهيم كوني، وهناك خطأ لمصلحة كربلاء. كرة طويلة ملعوبة ترتد وسط الملعب، نوفو إيفو إلى محمد كريم، وسط الملعب نوفو مرة أخرى يلعبها إلى بابا موسى، كوني، إبراهيم كوني، عالية بالرأس مقطوعة. آغاتي يلعب الكرة لا على التعيين، مرت إلى خارج ملعب، رمية تماس لمصلحة كربلاء. حكم اللقاء قريب من اللاعب جاسم محمد عقلة، أفضل لاعبي شوط المباراة الأول وصنع هدفين بالسلامة. جاسم محمد عقلة لاعب أربيل السابق، سجل في شباك النفط وسجل في شباك النجف وصنع هدفين. هذا هو وسام طالب، وهنا سعد مساوي بغياب حيدر عبودي اللي نال بطاقة حمراء في لقاء الطلب، طبعا موجود على المدرجات. هذه كرة جاسم محمد عقلة، بالسلامة، نهض جاسم، ما زال دوك يتقدم على الحدود بهدف، وهنا أمانة بغداد يتقدم على كربلاء بهدفين مقابل لا شيء. حكم المباراة السيد أوميد مصطفى يبعد الإداريين ويطلب من المعالج تكملة العلاج خارج الملعب. لحد الآن حكم 10/10. رمية تماس لكربلاء، تلعب بروح رياضية لفريق أمانة بغداد، تشتت من صفاء جبار، تعود الكرة عند اللاعب بابا موسى، طويلة من بابا موسى، رأسية ملعوبة، تشتت من المدافع محمد الحسن. أيمن، آغاتي، طويلة من جاسم، أولاديو، محمد جفا ولا كرار، ترتد الكرة من سامهين وإلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. عبد العزيز عمار، كرة بالراس من اللاعب إبراهيم كوني، مرة أخرى طالت الكرة، محاولة إلى مصطفى، برا الملعب، ركلة مرمى لفريق أمانة بغداد. هذا هو عبد القادر طارق وقريب منه عمر عدنان، وابتسامة على محي الحارس حسن عباس. كرة قوية من سجاد رعد، ردها قائم مرمى حسن عباس، وضاعت الفرصة لفريق الكربلاء في شوط المباراة الأول، وهي الهجمة الوحيدة الخطيرة على مرمى الأمانة. كرة تلعب من حسن عباس بالرأس، مرة أخرى رأسية، ترتد الكرة وسط الملعب، نوفو إيفو، أيمن، محمد الحسن، محمد، محاولة مقطوعة الكرة، آغاتي، ترتد الكرة من جديد إلى إبراهيم كوني،
أولاديو، كرار، محمد جفال، عمر عدنان، كرة مقطوعة، عمر سريع على الجهة البعيدة، مقطوعة من أمام اللاعب جاسم محمد، تلعب الكرة طويلة لفريق كربلاء، ترتد من محمد الحسن، صفاء، جاسم بالكعب، محاولة حلوة ملعوبة لجاسم، جاسم محمد وأقرب إلى حارس المرمى، يتركها إلى ركلة مرمى عبد العزيز عمار. ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 55، ويبقى التقدم للأمانة، أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء. كرة بالرأس ملعوبة من سامهين، تشتت الكرة من أيمن رزيج، أقرب إلى عبد العزيز عمار حارس المرمى. عبد العزيز يلعب كرة طويلة، سامي، تشتت من جويل، وسط الملعب، صفاء، جاسم، محاولة وكرة ملعوبة إلى الجانب، أقرب إلى إبراهيم كوني، إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار، يشتتها عبد العزيز عمار. سامهين يلعب كرة طويلة بالرأس، مقطوعة من عدي شاب، وكرة مقطوعة برا الملعب من أجاتي إلى رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. رمية تماس لمصلحة الأمانة الآن. مصطفى خالد اللي أمامنا بالصورة، البديل الثاني. كرة لكرار، أيمن، رمية تماس لمصلحة كربلاء. مصطفى، مقطوعة الكرة لرمية تماس لمصلحة كربلاء من جديد. إبراهيم كوني، ورمية تماس أخرى ثالثة لمصلحة كربلاء. أجواء جميلة لهذه المباراة ووقت مميز لهذه المباراة. كرة ملعوبة عرضية خاطرة ومحاولة، وحارس المرمى أقرب للكرة حسن عباد. جاسم، صفاء، أولاديو بالرأس، مقطوعة من اللاعب جويل. محاولات من كربلاء لتقليص الفارق. كرة وسط الملعب، عمر عدنان، صفاء جبار، كرار، تبعد الكرة، محاولة أيمن، تعود الكرة من أجاتي إلى عدي، يلعبها إلى أيمن رزيج، محمد الحسن، كرار، علي بري، عدي شاب يشتت كرة، وكرة من نوفو إيفو، ومحاولة من مصطفى بينه وبين محمد الحسن. رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. رمية تماس لمصلحة كربلاء. شوف الحالة السابقة، هل تستوجب، هل كان هناك دفع في منطقة الجزاء وركلة جزاء لكربلاء؟ المهم حكم المباراة إشار للمواصلة. كرة ملعوبة خطرة هذه، وكرة ترتد سجاد، محاول من جديد برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. ضاغط كربلاء في محاولة لتقليص الفارق، وكرة ثالثة من سجاد رعد تمر إلى خارج الملعب. ثالث كرة يسددها هذا اللاعب على المرمى، واحدة بالقائم وكرتين إلى الخارج. شوف المحاولة، تهيأت له كرة على طبق من ذهب، وبالتالي فرصة ثمينة ضاعت على دفعتين على سجاد رعد. ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. حسن عباس على التنفيذ، يحاول يقتل وقت. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61، 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 61. 10 دقائق من عمر شو
ركلة مرمى، والحكم يتحدث مع علاء سلام وحيدر عبد الحسين في غرفة الفيديو، غرفة الفار. هل هناك شيء؟ هل هناك مس يد؟ وسام طالب والبحث عن نقاط هذه المباراة بعد التعادل الثمين أمام الزوراء. والحكم يقول لهم شوية صبر. فعلا يعني من الحكم يتحدث مع غرفة الفيديو، المفروض اللاعبين شوية سرعتهم صبر، يبتعدون عن الحكم، ينطوه مجال يتحدث. نشوف القرار باعتبار انه كرة السجاد اللي سددتها ارتطمت بيد المدافع. وشوف القائد يبعدهم، هذا التصرف السليم من قائد الفريق محمد كريم. هدف مبكر في وقت مبكر يعني يخدم الكربلاء. عموما ننتظر الآن القرار. هل سيذهب بحكم اللقاء؟ ركلة مرمى، الأمور عادية. ركلة مرمى، لا وجود لركلة جزاء. ركلة مرمى نشوفها، شوف التسديد. هل كان هناك يعني مس يد بتعمد؟ هذه الحالات يقدرها حكم المباراة، وبالتالي بمشاركة غرفة الفار الأمور تسير نحو ركلة مرمى، لا جزاء في هذا اللقاء. رمية تماس لمصلحة الأمانة من الجهة البعيدة. أولاديو، وخطرة هذه أولاديو جول. الله! بمواجهة المرمى أولاديو يفقد فرصة تسجيل هدف ثالث لفريق أمانة بغداد. شوف المحاولة، شوف والقائم ينقذ مرمى كربلاء من إصابة أكيدة. شوف الكرة ترتد من القائم وتضيع معها فرصة هدف ثالث لفريق نادي أمانة بغداد. أولاديو يعقوب وكرة بالقائم وإلى خارج الملعب، ومعها تضيع فرصة. ومرة أخرى محاولة من جديد، وكرة أنقذها حارس المرمى حسن عباس إلى ركنية. كرة أنقذها حسن عباس إلى ركنية. بدأت المباراة تحلو، بدينا نشوف هجمة هنا وهجمة هنا، وهذه فرصة ثانية لفريق كربلاء، ولكن ببراعة حسن عباس أنقذ مرمى إلى ركنية. رابع ركنية في ملعب المباراة. تلعب الركنية عالية مرة أخرى بالرأس عالية إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. ركلة مرمى، شوفها بالإعادة، كان ممكن يكون هدف أول لكربلاء بنفس طريقة أهداف فريق أمانة بغداد، لكن براعة الحارس حسن عباس أبعدت الكرة إلى ركنية. حسن عباس على التنفيذ. ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. إذن بطاقة أولى في ملعب المباراة لحسن عباس. أول بطاقة صفراء لحسن عباس على أساس تأخير اللعب. كرة برا الملعب إلى ركلة مرمى. أذكر الأحبة المشاهدين هناك 3 مباريات مؤجلة: الجوية الكهرباء، زوراء نفط الوسط، زاخل قاسم، ستجري يوم 27 من الشهر الجاري. كرة مرت إلى الجانب إلى مصطفى جبار، تعود من جديد. محاولة أولاديو، فرصة ثمينة أضاعها أولاديو داخل منطقة الجزاء، كان ممكن أن يسجل هدف ثالث ويأمن المباراة لفريق الأمانة. رمية تماس الآن صفاء جبار على التنفيذ. هناك تغيير، شوف اللاعب اللي راح يدخل. إذن بطاقة صفراء لمحمد جفال. بطاقة صفراء لمحمد جفال. شوف اللاعب اللي راح يدخل. محمد جفال يترك الملعب ويدخل محمد إبراهيم. محمد إبراهيم يدخل ويخرج اللاعب محمد جفال. بطاقة صفراء ثانية في ملعب المباراة.
تلعب من صفاء، مقطوعة الكرة، تبعد الكرة من محمد كريم، عبد القادر، سجاد، سامهين، ابراهيم كوني، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، طالت مقطوعة بالرأس من صفاء جبار، سامهين تلعب الكرة من جديد، محاولة، كرار علي بري، كرار يلعب الكرة إلى الجانب إلى جاسم محمد عقلة، ولكن يبدو هناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي أمانة بغداد. خطأ لمصلحة أمانة بغداد. 65 دقيقة تفصلنا 25 دقيقة على نهاية أحداث هذه المباراة. هناك ما زال الحدود يتأخر من دهوك بهدف، وهنا أمانة بغداد ما زال يحافظ على تقدمه بهدفين مقابل لا شيء لنادي كربلاء. ركلة حرة صفاء جبار، ملعوبة الكرة، تبعد الكرة، محمد كريم بالرأس ملعوبة من جديد، سامهين يلعبها، جويل يشتتها، وسط الملعب أغاتي، أولاديو مرة أخرى إلى كرار، تعود الكرة إلى جاسم، جاسم والحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة وتلعب إلى خارج الملعب، ويبدو أولاديو يشكو من إصابة. أولاديو يشكو من إصابة، الحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة. بالسلامة لأولاديو إن شاء الله، بالسلامة لأولاديو. شوف قريب منه جويل، ونهض أولاديو رمية تماس لمصلحة كربلاء. شوف بالإعادة، ويبدو جويل اعتذر من أولاديو، كان دفع واضح من انجي جويل، لكن الحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة، وبالتالي الكرة ذهبت إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة كربلاء. رمية تماس لكربلاء تلعب بروح رياضية لفريق نادي الأمانة، وجويل يتلقى البطاقة الصفراء الثالثة في ملعب المباراة. ثالث بطاقة صفراء. كرة تلعب من جديد، أغاتي يلعبها حلوة طويلة، محمد إبراهيم، أيمن رزيج، كرة مقطوعة، مصطفى راضي، عبد القادر يلعب الكرة طويلة، إذا رضا فاضل يدخل بدلا، رضا فاضل يدخل بدلا من سجاد رعد، رضا فاضل بدلا من سجاد رعد. محاولة من جديد، رضا يلعبها إلى سامهين، رضا مرة أخرى، تعود الكرة محاولة إلى محمد كريم، عالية بالرأس وتبعد من محمد الحسن، وتشتت الكرة من أيمن رزيد. كرة وسط الملعب بالرأس ملعوبة من جديد، محاولة لفريق كربلاء، كرة تشتت من أيمن رزيج مرة أخرى طويلة، وجويل يلعبها بالرأس، محاولة محمد كريم، تعود الكرة إلى حارس المرمى عبد العزيز عمو، يلعبها بابا موسى، طويلة من بابا موسى بالرأس، طالت تشتت من عدي شهاب، محاولة مرة أخرى، كرة من جديد ملعوبة بالمنتصف، ترتد الكرة بالمنتصف، أغاتي يلعب الكرة إلى الجانب إلى محمد إبراهيم، محمد إبراهيم يلعبها بالمنتصف، تعود الكرة إلى جاسم محمد عقلة، جاسم محمد عقلة يعيد الكرة إلى الخلف إلى عدي شاب، عدي إلى صفاء جبار، صفاء يلعب كرة طويلة، وتعود الكرة لحارس المرمى عبد العزيز عمار، بإيده عبد العزيز عمار وسط الملعب إلى نوفو إيفو إلى الجانب، عبد القادر من جديد، كرة طالت، عدي شاب، أولاديو، كرار، تنقطع، سامهين، مصطفى،
مصطفى خالد، تنقطع الكرة من عمر عدنان. أولاديو، وخطأ ضد أولاديو، ركلة حرة لمصلحة كربلاء، ركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء. عرقلة لنوفو، وبطاقة صفراء الرابعة في المباراة لأولاديو. شوف عرقلة واضحة من أولاديو يعقوب، وبطاقة صفراء رابعة في ملعب المباراة. ركلة حرة الآن لمصلحة كربلاء، حكم يعيد إلى مكان حدوث الخطأ. وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء هي ال45 هذا الموسم. 32 سجلت، 12 أخطئت، والحكم الآن قد يعود إلى الفار، وركلة جزاء لفريق كربلاء. ركلة جزاء بالدقيقة 71 من عمر المباراة لفريق كربلاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء. شوفها بالإعادة، شوفها بالإعادة. عموما يعني أعتقد راح يذهب للفار، والكرة بكتف اللاعب، بكتف اللاعب. الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير، أكيد راح يعود للفار، أكيد راح ينادوه من غرفة الفيديو، وراح نشوف راح نشوف هل ستكون ركلة جزاء أم سيتراجع عن قراره. يتحدث مع غرفة الفار، هناك علاء سلام وحيدر عبد الحسين، ويبدو هناك إصرار على منح ركلة جزاء. يعني واحدة من الحالات الواجب مراجعة غرفة الفيديو فيها هي حالات ركلة الجزاء. نشوف الآن الحالة، نشوف حكم المباراة هل سيذهب، هل سيعلن مباشرة ركلة جزاء، هل سيذهب لمشاهدة الحالة. يعني عموما حكم المباراة هو صاحب القرار الأول والأخير. نشوف القرار الآن. المفروض يبتعدون عن الحكم، يخلون براحته يتحدث مع الإخوان في غرفة الفار، الحكام في غرفة الفار. لا يعني هذا يعني تشويش على الحكم. راح يشوف الحالة، راح يشوف الحالة وراح يرجع وماكو ركلة جزاء. راح يشوف الحالة ويرجع ماكو ركلة جزاء. عموما هو صاحب القرار الأول والأخير وقناعته الأخيرة، حتى وإن شاف الحالة هو قناعته الأخيرة في إمكان احتسابها أم لا. شوف الحالة، هل مست اليد، مست الكتف؟ لا، يبدو الكرة في صدر اللاعب، يعني باللقطة في صدر اللاعب. عموما نشوف قرار الحكم، هو صاحب القرار الأول والأخير. حسب قناعته الشخصية أنه لا ركلة جزاء، لكن هو صاحب القرار الأول والأخير وراح يشوف الحالة. احنا نتمنى من حكامنا أن يجتازون هذا الوقت الطويل، يعني يصير صاحب قرار جريء، يشوف الحالة مرة مرتين ويقرر. ما بيها ركلة جزاء، ما بيها. الكرة ما مست يد اللاعب، الكرة بكتف اللاعب، ما مست ايد اللاعب، واضحة يعني. هل سيعمل اسقاط كرة؟ فعلا سيعمل اسقاط كرة. كرة عند الحارس حسن عباس. بعض الأحيان حالات واضحة حتى ما يحتاج واحد يرجع للفار ولا للفيديو، يعني قرار الحكم يعني رغم أنه تمركزه سليم، لكن قراره لم يكن يعني صحيح بمنح ركلة جزاء.
احنا اذا كانت الى كربلاء او الى الامانه احنا نشخص حاله، يعني لا نميل لفريق على حساب فريق اطلاقا. 75 دقيقه من عمر المباراه، يبقى التقدم لأمانة بغداد بهدفين. كان كربلاء بحاجة ماسة لتقليص الفارق. تشتت الكرة من إبراهيم كوني بالرأس، تشتت من اللاعب محمد الحسن، تعود من جديد، محاولة محمد إبراهيم مقطوعة، بابا موسى طويلة الكرة بالرأس، خطأ لمصلحة كربلاء. رضا فاضل قريب من اللاعب عمر عدنان، محمد كريم عالي الكرة بالرأس، محاولة كرة خطيرة مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة، ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. شوفوا بالإعادة كرة جميلة، هذه الإعادة للحالة، والكرة اللي ارتطمت بصدر عدي شهاب، والحالة ويقول ماكو ركلة جزاء. كرة من جديد ملعوبة، عمر عدنان، كرار علي بري، تنقطع الكرة لمصلحة فريق كربلاء، حلوة ملعوبة إلى سامهين يهيئها إلى الجانب إلى إبراهيم كوني، إبراهيم كوني يلعبها عالية بالرأس، مقطوعة من عدي، محاولة بالرأس، تعود الكرة إلى الخلف، محمد كريم يلعبها إلمن إلى مصطفى راضي من الجهة البعيدة، مصطفى راضي قصيرة ومقطوعة على رمية تماس لمصلحة كربلاء، رمية تماس لمصلحة كربلاء. محمد كريم، رضا، مقطوع الكرة، ضاغط فريق كربلاء في ملعب نادي الأمانة. نوفو جوي يتركها لحارس المرمى عبد العزيز عمار، يلعب الكرة طويلة، ترتد من أغاتي، عمر إلى كرار، تعود الكرة من جديد إلى أيمن رزيج، محمد إبراهيم، محمد إلى أيمن رزيج وأغاتي إلى محمد إبراهيم، تعود من جديد قصيرة وترتد، أولاديو يحاول، تعود الكرة مرة أخرى إلى صفاء جبار، طويلة طالت الكرة، محاولة عرضية ملعوبة وأولاديو، لكن وين راحت الكرة؟ تعود الكرة من جديد، سامهين يلعبها طويلة بالرأس، مقطوعة من رضا فاضل، مصطفى راضي، محمد كريم من الجهة البعيدة، محمد كريم يحاول، محمد كريم أقل من 13 دقيقة على الوقت الرسمي للمباراة. نوفا إيفو يلعبها كرة مرة أخرى، تعود الكرة من جديد، نوفا إيفو يلعب الكرة وإلى حارس المرمى حسن عباس. شوفها بالإعادة والكرة ملعوبة وطالت بالرأس إلى حسن عباس حارس المرمى. هذه الكرة اللي طالت على أولاديو كان بإمكانه يلعبها بشكل أفضل. إبراهيم كوني بالرأس إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة كربلاء. إبراهيم كوني مقطوعة من جديد، ركلة حرة لمصلحة الأمانة. نهض محمد إبراهيم لاعب الصناعة السابق، وعرقلة من إبراهيم كوني. هذا رضا فاضل اللي دخل بديل، وهنا سعد المساعد اللي يقود كربلاء في هذه المواجهة. كرة مقطوعة، بابا موسى محاولة من جديد،
خطأ، ركلة حرة لفريق أمانة بغداد. 80 دقيقة من عمر المواجهة، نلعب دقيقة 80 والنتيجة على حالها، وهناك دهوك ما زال يحافظ على تقدمه بهدف وحيد في شباك الحدود. هدفين للأمانة سجل عن طريق كرار علي بري بدقيقة 18 وأولاديو يعقوب بالدقيقة 43. كرة عادت محمد إبراهيم، أقاتي محمد إبراهيم، كرار، تعود الكرة، خطأ لمصلحة الأمانة من جديد، خطأ لمصلحة أمانة بغداد. محمد إبراهيم كرة ملعوبة من جديد، مصطفى سامهين، محمد إبراهيم، محمد كريم من الجهة البعيدة، عالية ملعوبة، كرة خطيرة، وين 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 يا مصطفى، وين يا مصطفى، برا الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة ثمينة تضيع على فريق كربلاء، أضاعها مصطفى خالد. شوفها بالإعادة، شوف وين وين وين، ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. تغيير آخر في تشكيلة كربلاء، يخرج نوفو إيفو ويدخل نور المصطفى غانم لاعب نادي الحسين السابق. نور المصطفى يدخل، كرة طويلة مقطوعة، لا خطأ لمصلحة نادي كربلاء. بابا موسى، طويلة الكرة من بابا موسى بالرأس، محاولة عبد القادر برا الملعب إلى ركلتنا. صاحب أسرع هدف في دورينا أو اللاعب مصطفى راضي اللي يلعبها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. مصطفى راضي والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أمانة بغداد. حسن عباس، عدي يلعب الكرة طويلة بالرأس، أولاديو محاولة، كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة كربلاء. هل هي ركنية أو ركلة مرمى أو رمية تماس؟ رمية تماس على ما يبدو لفريق الأمانة. صفاء جبار أو جاسم، كرار، جاسم، صفاء، كرار، صفاء، كرار من جديد، كرة مقطوعة تعود للاعب نور المصطفى، يلعبها وسريعة وكرة خطرة وأبعدها المدافع محمد الحسن. هجمة عكسية مرتدة، أولاديو يلعب إلى محمد إبراهيم، محمد أقاتي، كرار، جاسم، محمد عقلة، جاسم، أولاديو يسدد، كرة ضعيفة باهتة إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. شوف هذه الكرة اللي ضاعت، ما تمكن من الحارس ولا سيطر عليها مصطفى خالد. كرة من جديد ملعوبة إلى نور المصطفى، محمد كريم من الجهة البعيدة، عالية الكرة وحارس المرمى يتمكن منها حسن عباس. 7 دقائق أو 6 دقائق تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. شوف هذه المحاولة والكرة اللي ضاعت على مصطفى خالد.
كرة مسح حارس المرمى خارج منطقة الجزاء، ركلة حرة لمصلحة نادي الأمانة. نشوفها بالإعادة، نشوفها بالإعادة. شوف هذا الخط، فعلا قرار سليم من حكم اللقاء، قرار سليم. كرة التقطها خارج منطقة الجزاء. وتغييرين في تشكيلة الأمانة، راح يدخل محمود عيال إذن خطأ الآن، يدخل محمود عيال بدلا من جاسم محمد. وكرار علي بري أيضا يترك الملعب. ويدخل ليث تحسين. إذن جاسم يترك الملعب ويدخل محمود عيال وليث تحسين، يعني نشط الوسط، أبعد كرار وأبعد جاسم وزج بلاعبي وسط اللي هم ليث تحسين ومحمود عيال. هذا محمود عيال يدخل وليث تحسين اللي راح ينفذ الكرة. كرة من مكان خطير لمصلحة نادي أمانة بغداد. ليث تحسين لاعب النفط السابق، كرة أخطر من الزاوية، كرة أخطر من الزاوية. حكم يعيد اللاعبين على بعد 10 ياردات. ليث تحسين على التنفيذ، ليث يلعبها، كرة خطرة عمر عدنان، ترتد الكرة أو كانت الكرة من اللاعب أيمن رزيج اللي حمل شارة القيادة بخروج كرار. وجول أولاديو يعود من جديد ليسجل الهدف الثالث بالدقيقة 87 من عمر المباراة. جول أولاديو يسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم، ويسجل هدف التقدم الثالث لفريق الأمانة. شوف المحاولة من جديد، لاحظ الكرة انلعبت وعدت وأولاديو يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز ثالث الأهداف وهدف الشخص الثاني بعد أن ضاع فرصة ثمينة ارتدت من القائم. يعود ويسجل بمكان خالي من الرقابة وبكرة على طبق من ذهب يحرز من خلالها هدف التقدم الثالث لمصلحة نادي أمانة بغداد. فوز ثمين، فوز كبير للأمانة، ثاني خسارة ب3 أهداف لكربلاء بعد لقاء الجوية. لابي يسجل وثاني خسارة لكربلاء بثلاثية نظيفة. وفي نفس الوقت أفضل فوز يحقق فريق أمانة بغداد هذا الموسم، أفضل فوز يحقق فريق أمانة بغداد هذا الموسم. إذن أمانة بغداد بهذه النتيجة يرفع رصيد إلى 11 نقطة، ويقفز إلى المركز 15، بينما كربلاء يتراجع إلى المركز 16. كرة مقطوعة من جديد، دقيقة ونصف على الوقت الرسمي. عبد القادر طارق إذن الأمانة يقفز إلى المركز 14 بدلا من كربلاء، وكربلاء يتراجع إلى المركز 15 مؤقتا. ركلة حرة الآن لمصلحة كربلاء. محمد كريم على التنفيذ،
آخر دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة. حكم يتحدث. هل هناك شيء؟ ركلة حرة لمصلحة كربلاء. 90 دقيقة في طريقها للخلاص. عالية أو سهلة ترتد من الحارس. مرة أخرى عالية. من جديد حارس المرمى متمكن منها. أولاديو يلعبها إلى الجانب. تبعد الكرة من إلى أيمن رزيج. طويلة ملعوبة. من جديد إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 دقائق أضاف حكم اللقاء، وقت محتسب بدل من ضايع. 90 دقيقة انتهت، ومحاولة 9 دقائق طويلة في عالم المستديرة. مصطفى راضي، رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء. محمد كريم، تعود الكرة إلى سامهين. طويلة الكرة بالرأس مقطوعة من محمد الحسن. تبعد الكرة من جديد. محمد كريم، مصطفى راضي من الجهة البعيدة. مصطفى راضي، مصطفى يعيدها إلى محمد كريم. محمد كريم يلعبها من جديد إلى سامهين. سامهين يلعب الكرة وبالرأس ملعوبة من جديد. محاولة وتشتت الكرة من صفاء جبار. آغاتي، كرة تنقطع من المدافع، تعود إلى أولاديو. أولاديو يلعبها إلمن بالخطأ. تعود الكرة يشتتها انجي جويل، ومحاولة من جديد. هجمة لفريق كربلاء. محاولة، كرة ملعوبة من داوودة. تعود الكرة إلى خطأ، ويبدو راية وصفارة. والمساعد الأول مصطفى نهاد. يبدو هناك عبد القادر طارق يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله. صاحب أسرع هدف هذا الموسم في شباك نفط البصرة بعد 18 ثانية، وهو صاحب أسرع هدف الموسم الماضي بعد 61 ثانية في شباك الطلبة عندما كان يلعب للديوانية. كرة مشتركة مع عدي شاب. ومرة أخرى مشتركة مع محمد الحسن. ركلة حرة غير مباشرة لفريق أمانة بغداد. ملعوبة الكرة إلى الجهة البعيدة. كرة طالت إلى خارج ملعب لرمية تماس. رمية تماس لمصلحة أمانة بغداد. طبعا أساسا هي المباراة تأخرت 8 دقائق على بدايتها، والآن عندنا وقت 9 دقائق. دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. كرة تذهب إلى بابا موسى، تذهب إلى إبراهيم كونيه. إبراهيم كونيه يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة. وسط الملعب نور المصطفى. مصطفى يلعبها مرة أخرى إلى مصطفى، قصيرة ومقطوعة. عدي شتتها عدي شاب. بالرأس تلعب الكرة من جديد. مقطوعة مرة أخرى. سامهين، رضا، محمد كريم، مصطفى راضي. محمد كريم، عرضية وركلة جزاء. ركلة جزاء لكربلاء. ركلة جزاء لكربلاء. ركلة جزاء هي ال45 هذا الموسم. لاحظها بالإعادة. دفع 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 واضح، وركلة جزاء. ركلة جزاء دفع واضح من البديل محمود عيال لاعب الحدود السابق لإنجي جويل المندفع للأمام. وركلة جزاء لمصلحة فريق كربلاء بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل من ضايع، وهي ركلة الجزاء ال45 هذا الموسم. شوفوا بالإعادة. شوف الدفع.
من محمود عيال للاعب إنجي جويل. هل سيذهب مرة أخرى إلى الفار أم سيتخذ قراره النهائي ركلة جزاء لمصلحة نادي كربلاء؟ يعني هدف متأخر إذا حصل لكربلاء، كان بالإمكان أن يسجلون مبكرا. رضا فاضل اللي طرد أمام الشرطة، وركلة جزاء لمصلحة كربلاء. رضا فاضل على التنفيذ، حكم يبعد اللاعبين خارج منطقة الجزاء. رضا فاضل هل يفلح بالتسجيل وتقليص الفارق في وقت يعني المحتسب بدل من ضايع؟ أكيد راح نشوف وقت آخر على 9 دقائق. تغييرين، يخرج أجاتي، يدخل مصطفى فلاح، أو يخرج أولاديو أيضا. هذا مصطفى فلاح، وجاسم محمد جاسم أيضا يدخل كبديل ثاني في المباراة. انتهت تغييرات أمانة بغداد، وركلة جزاء يسجل منها جول، يسجل منها رضا فاضل هدف التخليص لفريق أمانة بغداد بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. رضا فاضل يقلص النتيجة إلى 3-1 لكربلاء. 3 أمانة 1 كربلاء، ورضا فاضل ينفذ ركلة الجزاء 45 وبالتالي يسجل ركلة الجزاء 33 هذا الموسم. 33 ركلة جزاء ناجحة مقابل 12 ركلة جزاء ضائعة. الأمانة سيواجه إدهوك في اللقاء القادم، وكربلاء سيضيف الميناء في اللقاء القادم. طبعا أمانة بغداد سيغادر إلى ملعب إدهوك لملاقاة إدهوك اللي ما زال متقدم بهدف واحد، واللي على ما يبدو انتهت المباراة بأول فوز للمدرب الجديد أحمد خلف. كرة عادت وسط الملعب، نلعب الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. بعض الأحيان قرارات لا تحتاج الذهاب للفار، يعني قرار الحكم كان شجاع انه منح ركلة جزاء، ومصر هو قراره انه ركلة جزاء لا تراجع عنها ولا الذهاب الى الفيديو. رمية تماس للأمانة، رمية تماس، كرة ملعوبة إلى ركلة مرمى لمصلحة كربلاء. عبد العزيز عمار، دقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. راح نشوف أكثر من 9 دقائق باعتبار أنه الحكم أخر المباراة، وقفها يعني عند تنفيذ ركلة الجزاء. إبراهيم كوني شتت كرة، ترتد الكرة، أيمن رزيج إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. أيمن رزيج على التنفيذ، كرة ملعوبة، محمود عيال برا الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي كربلاء، مصلحة الأمانة. طبعا هذا اللعب في ملعب المنافس يقتل وقت ويضيع وقت على الفريق. إبراهيم كوني، كرة عادت أيمن وإلى ركنية بذكاء، لعبها أيمن إلى ركنية لمصلحة الأمانة. انتهت 9 دقائق 10 ثواني وتنتهي، لكن ممكن راح نشوف بعد دقيقتين، ممكن نصل للدقيقة 11. ركنية ملعوبة سريعة لعمر عدنان، ليث، أيمن، تبعد الكرة بالرأس مقطوعة، محاولة من جديد،
كرة تبعد من إبراهيم كوني إلى رمية تماس. ليث تحسين أمامنا بالصورة. أيمن رزيز على التنفيذ. تعدينا ال9 دقائق. كرة من جديد. محاولة. عمر عدنان إلى خارج ملعب لا رمية تماس لمصلحة كربلاء. فوز ثمين للأمانة. يرفع رصيده إلى 11 نقطة ويقفز للمركز ال14. كرة مقطوعة من جديد. مصطفى يلعبها إلى خارج ملعب لركلة مرمى لمصلحة نادي الأمانة. 10 دقائق والدقيقة 11 دخلنا الآن. دقيقة 101 بانتظار صافرة حكم اللقاء السيد أوميد مصطفى لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. كرة ملعوبة من جديد. محمود عيال. مصطفى فلاح تعاد الكرة إلى الخلف. بابا موسى بالرأس يبعثها الحارس. محمد كريم. ما زلنا بانتظار صافرة حكم اللقاء السيد أوميد مصطفى لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. كرة إلى سامهين شتتها. مصطفى خالد وصافرة حكم اللقاء السيد أوميد مصطفى تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة اللي جمعت أمانة بغداد بضيفة كربلاء بفوز أمانة بغداد على كربلاء ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الأهداف سجلت عن طريق كرار علي بري بالدقيقة 18 للأمانة، وأولاديو أضاف الهدفين الثاني والثالث بالدقيقة 43 87، وقلص رضا فاضل من ركلة جزاء النتيجة لفريق كربلاء بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. الأمانة يرفع رصيده إلى 11 نقطة ويقفز إلى المركز ال14، وكربلاء يتراجع إلى المركز ال15 برصيد 10 نقاط. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.